والله إن هذا المقطع أهم مقطع سأصوره في حياتي. إذا وصلك هذا المقطع من بين مليارات الأشخاص فوالله ما هي صدفة. ربما هذا المقطع سيغير حياتك. إن شاركت فأنت مأجور، وإن لم تفعل فأنت معذور. اسمع هذه القصة. رجل يعود بعد صلاة العشاء إلى البيت، فيدخل على أهله فلا يسمع أصوات في البيت. فأول سؤال سأله قال: هل صلى الأولاد؟ فأجابت الأم بوجه حزين ومنكسر قالت: لا، لقد كانوا جوعى فما زلت أشاغلهم حتى ناموا، إن أيقظتهم فكيف سنطعمهم؟ فقال الرجل بصوت ملؤه الحزم واليقين بالله جل وعلا: أيقظيهم فليصلوا، أنا الله أمرني بصلاتهم، وأما رزقهم فالله هو الذي يتكفل به. ألم تسمعي إلى قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك؟ فقاموا وصلوا. فلما فرغوا من الصلاة فجأة إذ بالباب يدق. فتح الرجل وإذ به يجد رجلا غنيا وبيده صحن مليء بالطعام. فقال له: ما بك؟ ما هذا؟ قال: لقد كان عندي ضيف فكنت أتبادل أنا وهو الحديث فاختلفنا في شيء فقام ولم يتعشى، فأخذت الطعام وقلت سأعطيه عند أول شخص تقف رجلي أمامه، فوالله ما أحسست بنفسي إلا أمام بيتي، فهذا من نصيب. لا إله إلا الله. يا أخوان، تعرفون أن الصلاة أمرها ما هي سهل. عندما علمت أنا بردة فعل الصحابة عندما فرضت الصلاة أقسم بالله أنها قشعريرة. يا أخوان، تخيل جميع الشرائع تنزل من السماء إلى الأرض إلا الصلاة، فإن الله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى آل الكون. تخيل، اخترق الفضاء واخترق السبع الرقاع السماوات، ثم اطلع على بعض الملكوت والعظمة، اطلع على سدرة المنتهى، أشياء عظيمة، كل ذلك لكي تفرض عليه الصلاة، لكي تعلم أمة محمد أن الصلاة عظيمة. عندما فرضت الصلاة ماذا قال الصحابة؟ قالوا: قضيت الحاجات، قضيت الحاجات، قضيت الحاجات. تخيل، ملك العزة والجبروت يدعوك إلى بيته 5 مرات، يدعوك لكي تتصل به ولكي تناجيه وتحدثه جل وعلا. فرض لك مواعيد، والله إنه سيعطيك كل ما طلبته. الحين لحظة، إذا عرفنا عظمة الصلاة خليني أسألك سؤال: كم أركان الإسلام؟ 5 صح؟ تعالوا بنا مجموعة أسئلة أبغاك أن تجاوب. إذا ولدت أنت مسلم هل تنطق الشهادتين؟ لا، الركن الأول سقط. إذا كنت فقير هل تجب عليك الزكاة؟ لا تجب، الركن الثاني سقط. وبما أنك فقير فلا تستطيع أن تحج، الركن الثالث سقط. وإذا كنت عندك مرض مزمن ما تستطيع تصوم، الصيام سقط، الركن الرابع. إيش بقي؟ هذه 4 من أركان الإسلام ال5 كلها سقطت، بقي الصلاة. أسألك سؤال: إذا كنت مريض ما تستطيع تقوم هل تسقط عليك الصلاة؟ أبدا، صلي وأنت جالس. ما تستطيع تجلس، صلي وأنت في الأرض. إذا ما وجدت ماء تيمم. إذا كنت في معركة روحك ستزهق هل تسقط الصلاة؟ أبدا، صلي صلاة الخوف. حتى غير مسموح أنك تأخرها عن وقت